ازيكم يا سنه ثالثه؟ انا مينا دلوقتي وانا بصور لكم الفيديو. انا في سنه ثالثه قدكم، بس بعد ما الترم الاولاني خلص. السبب ان انا بعمل لكم الفيديو ده عشان انا فاكر اول مره رحت فيها المستشفى كانت في خزنداره. قعدت ساعتين متواصلين الدكتوره بتتكلم وقعدت تقول هيماتيميسيس وهيموبتسيس وكافينج واوبستراكتيف وريستريكتيف، وانا مش فاهم اي حاجه. المشكله بقى ان انا قعدت على الحال ده فتره، قعدت حوالي اسبوعين 3 مش فاهم القسم ده ماشي ازاي. القسم عندنا داخل على طول في المنهج اكننا فاهمين بطنه، ما اداناش انترودكشن، ما اداناش حاجه نفهم بيها البيزكس بتاعه القسم عامله ازاي. فانا هحاول على قد ما اقدر اخليكم ما تمشوش بالبروسيس دي تاني، هخليكم يعني ايه تبقوا خدتوا خطوات سريعه شويه عن الدفعات اللي قبلكم عشان تبقوا بادئين فاهمين الدنيا شويه. هقول لكم كام حاجه مهمه، اهمهم ازاي تتعاملوا مع قسم البطنه عندنا في جامعه القاهره. لو انت عايز تسكيب الجزء ده ممكن تروح في الدقيقه اللي انا هكتبها لك دي وروح على طول على الشرح. ايه هو المحتوى بتاع القسم؟ المحتوى بتاع القسم هو انك ازاي تتعامل مع امراض باطنيه، ناس عندهم مشكله في القلب وفي الرئه، في الهارت وفي اللنج. عشان كده عندنا القسم او الماده الاساسيه اسمها PT كارديو بالمونري. كارديو قلب، بالمونري رئه. ده شغلك الشاغل، هتقعد ترم كامل انت قاعد تدرس مشاكل الرئه ومشاكل القلب. فانت لو مش فاهم البيزكس بتاعتهم تقعد طول الترم بتاعيني. بسرعه اقول لكم كده على 10 قواعد ذهبيه تعملها في الترم ده عشان تنجز نفسك، ما تبقاش عطلان في وسط زمايلك. اول حاجه، ما تحضرش كل المحاضرات، واللي تعرف تسمعه في البيت لما الريكوردات تنزل اسمع في البيت. ما تضيعش وقتك في انك تنزل عشان الترم ده منهجه كبير وهتقعد تضيع فيه وقت كتير، فبلاش. ركز على مادتين، الماده الاساسيه اللي هي البطنه اللي هي الPTCC الاساسيه، عشان دي اكبر عدد درجات، هي 250 درجه من 1000 درجه، يعني الماده دي لوحدها بربع المجموع. تاني ماده الفارما، اكيد سمعتوا عنها، اكيد مش محتاج اتكلم عنها. الفارما دي بصوا انا دلوقتي مخلصش كليه، فانا مش عارف المواد تبقى عامله ازاي بعد كده، بس الفارما دي بالنسبه لي اصعب ماده عدت عليا، ومن كلام الناس الكبار فهي اصعب ماده في الكليه عموما، وهي مش صعبه، هي مستحيله. طيب ثالث حاجه، نحضر السكاشن ولا لا؟ احضر السكاشن كلها. السكاشن مهمه ومفيده وعليها درجات، والكلام هيتعاد ويتكرر ويزيد فيها. اللي بيساعدك قبل الامتحانات هو حضورك للسكاشن. اصعب جزء هيعدي عليك هو اول اسبوع، عشان الكلام هيبقى جديد عليك. القسم في كلام مش متشابه كتير جدا مع اللي احنا واخدينه قبل كده، انت بس بتاخد الكلمات الاساسيه وبقيه الحاجات كلها جديده خالص. فابذل مجهود كبير في اول اسبوع او في اول اسبوعين او ايا كان الموضوع اللي هياخد معاك قد ايه، ابذل مجهود فيهم، وكل مجهود انت تعمله هيرجع لك بعد كده، ما تقلقش. بالمناسبه الترم سهل، هو بس مش منظم خالص. رابع حاجه، انك تدور على الحاجات على جوجل او على يوتيوب، او انك تسرش على الموضوع عموما بره كتب الكليه. دي حاجه حلوه في سنه ثالثه، دي حاجه هتساعدك. سنه ثالثه المنهج فيها منهج بطنه، مش منهج علاج طبيعي بس، فانت الحاجات هتلاقيها موجوده على اليوتيوب كتير، وهتلاقي ناس كتير شرحها، وهتلاقي ناس كتير شرحها بشكل احسن من دكاتره الكليه. فكل المجهود اللي انت هتبذله في انك تدور على المعلومات ايا كانت هي ايه تبع قسم البطنه هتساعدك في الترم. ما تحسش انك هتضيع وقت في انك بتعمل كده. جوجل ويوتيوب هم صديقك الاول طول الترم الاولاني. خامس حاجه، افهم الفكره الاساسيه، المين كونسبت اللي بيتكلموا عنها. ليه بقى؟ عشان المنهج عندنا يعني مش عارف اقولها لك ازاي، بس هو المنهج عندنا، عارف انت لما يعملوا من حبه قبه، هم عاملين حاجات كتير قوي عشان يقول لك منها حاجه قد كده. انا فاكر بامانه كان في صفحه عندنا في كتاب العملي، صفحه كامله بيقول لك فيها ازاي تشجع العيان وهو بيتنفس. بعد اول ريب مش عارف تقول له احسنت، بعد ثاني ريب تقول له عاش، بعد ثالث ريب تقول له يلا فاضل لك نص الوقت. فهو ده المنهج. انت المنهج مش هتلاقي فيه معلومات يعني زي ما انت متخيل، هما بس مطورين الدنيا على الفاضي. فانت افهم الفكره هي ايه، ما تتسحلش في التفاصيل اللي هما بيقولوها، ما تتسحلش في التفاصيل دي من اهم الحاجات اللي انا قلتها لك. النقطه اللي بعد كده، اكبر غلطه انا عملتها في الترم هو الوقت اللي انا ضيعته في ان انا اكتب كل المحاضرات في الكشكول في الفتره اللي كانت الكتب فيها لسه ما نزلتش. انا ضيعت وقت لا يمكن احصائه في الموضوع ده. مش عارف المفروض تحل الموضوع ده ازاي، بس ما تخليش الكتابه تاخد وقتك، وحاول تذاكر اول باول. ما تاخدش الحاجات من السلايدز تحطها في الكشكول وخلاص، خد وحط في كشكول بس ذاكر، عشان لما تيجي ترجع للحاجات دي ما تذاكرهاش من الاول زي ما انا كنت بعمل. تاسع حاجه تقريبا، في بقى مواد في مواد مش يعني المنهج بتاعها مش هو اللي في الكتاب. دي حاجه انا مش فاهمها لغايه دلوقتي، واعتقد هفضل مش فاهمها طول فتره الكليه. انت مدينا كتاب نستلمه،
ده كتابكم بقى، اشرحوا لنا بقى منه الكلام اللي بيتقال. الدكاتره تقول لك لا الكلام ده مش معانا، ما تذاكرش منه. تاسع حاجه تقريبا، خلي بالك بقى ان مش كل الكتب فيها نفس المنهج اللي احنا بناخده. يعني هي حاجه غير منطقيه، بس ده اللي بيحصل. انت عندك في مواد زي البطنه والبي تي سيرجري اللي هي جراحه علاج طبيعي، مش فاكر اسمها ايه بالعربي. دي مواد ما تذاكرهاش من الكتاب، ذاكرها من السلايدز بقى، ذاكرها من الفيديوهات. بص ربنا معاك. فما تضيعش وقتك على الكتب في المواد دي. ناس كتير من دفعتنا قعدوا يضيعوا وقت على الكتب عشان الكتب فيها كلام معمق جدا وتفاصيل كتير جدا وكلام مختلف، وفي الاخر ناس تانية جابت درجات اعلى منهم عشان بس هم سمارت في ان هم يذاكروا. ما تقعدش تذاكر هارد وخلاص عشان ما تقعدش تضيع وقتك في حاجات مش هتيجي فيها اسئله. اخر حاجه، الترم ده سهل. الترم ده سهل. انا عارف ان انا بعد اللي انا قلته ده اكيد مش هيبان كده، بس هو الترم سهل، ترم لذيذ. اخرج، اتفسح، ضيع وقت، اعمل كل حاجه، بس لما تيجي تذاكر ذاكر بذكاء، ذاكر بافيشنسي. طيب انا هعمل ايه بقى الفيديو ده؟ هقول لك على كام حاجه كده، كام معلومه هيفرقوا معاك طول الترم، عشان هم ما شرحوش بشكل مباشر، بس لما تفهمهم هيساعدك في معلومات كتير قوي طول الترم. طيب بص بقى معايا، ركز الاول في النص اللي فوق ده. دي نورمال لونج، رئه طبيعيه. ده الشكل الطبيعي بتاع الرئه، ده دايجرام مش رسم حقيقي. يعني افهم بس الفكره اللي انا عايز اقولها. الهواء بيدخل من هنا، الهواء بيدخل من هنا فيقوم موسع اللنج. اللنج دي اكسباند يعني توسع، فاللنج دي بتكسباند يعني توسع. طب امال الاحمر ده ايه؟ الاحمر ده اسمه الاستين. الاستين يعني استك، فهو لما الهواء بيدخل الاستك ده بيتشد فاللنج بتكسباند. بعد كده الاير عايز يخرج، تقوم الالاستين ده يتضغط تاني يقوم مطلع الهواء تاني. بالتالي لما الهواء بيدخل بيستريتش اللنج، بيوسع اللنج. فالستريتشنس هنا معناها compliance يعني اللايبيليتي بتاعت اللنج انها توسع. اللنج بتقدر توسع قد ايه، ده الكومبلاينس بتاعها. ده في وانت والهواء داخل. طب لما الهواء يجي يخرج، الهواء هيرجع بره، هيرجع باك يعني. دي اسمها ريكويل. يعني ايه ريكويل؟ ريكويل يعني اللنج ترجع تاني زي ما كانت، تفسي تاني زي ما كانت. فبالتالي لو جينا نرسم الدياجرام اللي خدناه في سنه اولى تقريبا بتاع التايدال فوليوم والبريذنج فريكوينسي والكلام ده، هيبقى دخلنا هواء، خرجنا هواء، دخلنا هواء، خرجنا هواء. ممكن اقوم مدخل هواء على الاخر، انا اللي اعملها بنفسي، واقوم مخرج هواء على الاخر، واقوم راجع تاني، هواء داخل، هواء طالع، وهكذا. طيب ده النورمال، ده اللنج الطبيعيه في حالتها الطبيعيه. ايه بقى اللي مش نورمال؟ عندنا حاجه اسمها restrictive lung disease و obstructive lung disease. restrictive و obstructive، ايه المشكله فيهم؟ تعال في restrictive. لو جينا في restrictive هنلاقي ان اللنج صغيره، ماشي، وايه كمان؟ وفيها من البتاع الاحمر ده كتير. ايه الاحمر ده؟ الاستيك اللي فيها زياده عن اللزوم. طيب ايه المشكله يعني لما يكون الاستيك زياده عن اللزوم؟ المشكله ان هي في الوقت ده بتبقى عامله شبه البالونه التخينه. عارف انت البالونه بيبقى فيه بالين كده تخينه، تيجي تنفخ فيها، بتنفخ جامد قوي عشان تحاول تخليها تكبر، ولو عيل صغير اصلا ما يعرفش ينفخها. لكن في بالين رفيعه خالص تعمل كده تقوم منفوخه ومفرقعه منك. دي عامله شبه البالونه التخينه، الصعب انك تنفخ فيها. فبالتالي الهواء هيجي يدخل، ركز بقى معايا، هيدخل هيحاول يوسع اللنج، مش هيعرف. ليه؟ عشان الاساتيك كتير قوي قافله على اللنج. هيخش يا دوبك هيعمل اكسبانشن بسيط، تقوم الاساتيك رده تاني مخرجه الهواء، عشان هي اساتيك كتير فبتضغط على اللنج. فالهواء يجي يخش يحاول يوسع ما يعرفش، تقوم خارج تاني بسرعه. فايه اللي حصل؟ اول حاجه ان انا مش هعرف ادخل هواء كتير، اللنج الكاباسيتي بتاعتها قلت، انا مبقاش عندي كميه اقدر ادخلها، بدخل حبه صغيره بس. تاني حاجه الهواء لما يدوبك يجي يدخل، الاسيتك دي تقوم خبطه فيه او خبطه عليه، يقوم الهواء خارج تاني. فالانهاليشن اللي هو الانسبيريشن اللي هو الشهيق بتاع الشخص اللي عنده restrictive lung disease، الشهيق ده هيبقى مدته قليله، يدوبك لسه هياخد نفس
يقوم مخرجه تاني عشان الاسيتك بتضغط عليه ما بيلحقش يدخل هواء. طيب ايه ممكن يعمل الموضوع ده؟ ايه المشكله يعني؟ ايه ممكن تكون المشكله في كده؟ اي حاجه، ممكن تكون حاجه جوه اللنج، ممكن تكون حاجه من بره اللنج، ممكن يكون في مشكله في الاسيتك، ممكن يكون في مشكله في الالفيولاي، ممكن يكون الدايفرام اللي هو المصل اللي تحتها مش في مشكله مثلا، ممكن يكون البرين مش بيبعت سيجنالز صح، ممكن يكون في ريب او ضلع مكسور فما بيخليش اللنج تعرف تاكسباند. في اسباب كتير جدا للريستريكتيف لانج ديزيزز. ممكن يكون في فايبروسيس دي مش هقول لك معناها دلوقتي، انا هقولها لك كمان ثانيتين بالظبط. هكتبها بس هنا، هكتبها هنا عشان ما ننساش. فايبروسيس، فدي ليها اسباب كتير جدا. ماشي، خلي بالك ان انا اي حاجه اقولها لك في الفيديو ده تاكد وثق 100% انها مهمه. انا بقول لك على الحاجات اللي فعلا بيتسال فيها، وكل كلمه انا بقولها هتستفيد منها. انا مش جاي اقول لك كلام جنرال، جاي اقول لك حاجات في المنهج بتاعك بالظبط. طيب لو جينا بقى نرسم الدايجرام ده بتاع الريستريكتيف لانج ديزيز دي، هنيجي نلاقي ايه؟ الشخص يجي ياخد نفس الطبيعي عادي مفيهوش مشكله، يجي يخرجه مفيهوش مشكله. لو جه ياخد نفس كبير مش هيعرف. طب لو جه يخرج كتير مش هيعرف عشان هو اوريدي ما دخلوش كتير. فهتلاقي الاند انسبيريتوري فوليوم قليل والاند اكسبيريتوري فوليوم قليل عشان هو اوريدي مش بيدخل هواء كتير، وبرده مش بيخرج هواء كتير عشان هو ما دخلوش هواء كتير. طيب ايه اخبار الكومبلاينس والريكويل؟ فهنا الكومبلاينس يعني ان اللنج توسع عشان تاخد هواء كتير. الكومبلاينس هنا قليله، اللنج مش بتعرف توسع. طب ايه اخبار الريكويل؟ الريكويل عالي جدا. ليه؟ عشان في اساتك كتير. ما هو الاساتك هي اللي بتعمل ريكويل. هعمل ريكويل هقوم ضغط على الهواء خارج تاني. فالريستريكتيف الكومبلاينس فيها قليله والريكويل فيها كتير. وفهمنا ليه؟ انت فاهم الموضوع جه ازاي؟ طيب ازاي نعرف ان حد عنده المرض ده؟ بنعمل حاجه اسمها، بنعمل تحليل يعني لوظائف التنفس عنده، بنخرج منها حاجه اسمها FEV1 Forced Expiratory Volume 1. يعني ايه؟ يعني الفوليوم اللي انا بعرف اطلعه من الفورست اكسبيريشن، يعني يخلي البيشنت يخرج كل الهواء اللي يقدر عليه. ده الفورست اكسبيريتوري فوليوم. 1 دي عباره عن ايه؟ 1 دي يعني 1 سكند، يعني احنا هنعد له ثانيه نشوف خرج فيها قد ايه هواء باكبر حاجه يقدر عليها. دي حاجه بتتعمل في التست، ما علينا منها، احنا عايزين نعرف النتيجه بتاعتها. طيب تتوقع ان النتيجه بتاعت دي لشخص عنده ريستريكتيف لانج ديزيز، يعني شخص عنده الاساتيك عاليه، توقع الهواء اللي هيخرجه في ثانيه هواء كتير ولا هواء قليل؟ عنده الهواء بيجي يدخل يقوم خارج تاني، فلما نعدله في ثانيه واحده هنلاقي اللي بيطلعه في الثانيه الواحده هواء كتير جدا. ده غصب عنه، هو مش عارف يتحكم في الهواء، الهواء بيخرج منه مره واحده. ماشي، دي الريستريكتيف لانج ديزيز. يعني ايه بقى فايبروسيس دي؟ يعني بصوا، عارفين لما يبقى عندنا الجلد بتاعنا، الجلد ده الاستيك شويه، تخيل لو حصل فيه حرق مثلا، بقت حته فيها باتش كده فيها حرق، الجزء اللي محروق ده هيبقى بيتشد زي الجلد؟ لا، هيبقى ناشف في مكانه. الجلد اللي حواليه هيبقى بيتحرك، الحته دي تبقى ناشفه في مكانها. او مثلا اتخبطت في ركبتك فتعورت فحصل كلوتنج في المكان اللي فيه عواره ده، هل الجزء ده اللي فيه البلاد كلوت هيبقى ستريتش معاك زي بقيه الجلد؟ برضو لا. فالفايبروسيس ده بيبقى عباره عن حته في اللنج، طبعا بنتكلم على اللنج فايبروسيس، حته في اللنج نشفت ما بقتش الاستيك، فلما اللنج تيجي تكسباند الحته دي مش هتوسع معاها، فالفايبروسيس ده هيخلي الحته دي مقفوله مش بتوسع، فبالتالي انت كده قللت من كميه الهواء اللي ممكن يدخل، فبالتالي انت عملت restrictive lung disease، حصل restriction في الحركه. ماشي، في حاجه كمان اسمها كولابس بالانجليزي يعني انهيار، حاجه انهارت. كولابس في اللنج يعني ايه؟ عارف لما يبقى عندك بالونه تحط فيها مسمار بتاع ده ابره فرقعت، ايه اللي حصل لها كولابس.
فبالتالي هي مش فرقعت، يعني عشان اكون دقيق احنا بنتكلم على اللنج دلوقتي، فهي بتبقى عباره عن ان جزء او الالفيولاي الحاجات اللي فيها الهواء بدل ما هي بتكبر وتصغر هي بتكبر وتتقفل خالص. فانت عشان تفتحها تاني لازم تدخل فيها هواء كتير قوي، فتفتح بالعافيه تقوم قافله تاني، ده كده بيحصل فيها كولابس. وفي حاجه ثالثه اسمها اتلكتسس. اتلكتسس دي هي كولابس بس partial collapse، يعني كولابس جزئي. الثلاثه دول بيجوا في نفس الكونتكست، بيجوا في نفس الحاجه. يعني انت الثلاثه دول في اي حته في المنهج هتلاقيهم ليهم نفس الحاجه. يعني مثلا لو في مرض الفايبروزس سببه فهتلاقي الكولابس سببه، فهتلاقي الاتلكتسس سببه، وهكذا في اي حاجه منهم. فبالتالي الريستريكتيف بيبقى ممكن يحصل من الكولابس او الاتلكتسس او الفايبروزس زي ما احنا قلنا. طيب ايه بقى الاوبستراكتيف؟ اعكس. اوبستراكتيف يعني اللنج كبيره قوي والالاستين اللي فيها قليل، الاساتيك اللي فيها قليله وضعيفه. فبالتالي الاوبستراكتيف لنج ديزيز اللنج فيها بتبقى عامله شبه البالونه الضعيفه، البالونه اللي انت مجرد ما تنفخ فيها نفخه بسيطه تتنفخ معاك عشان هي رفيعه. طيب ايه اخبار الكومبلاينس والريكويل في الاوبستراكتيف لنج ديزيز؟ كومبلاينس يعني اللنج عندها قدره توسع قد ايه. اكشلي هو هنا اصلا اللنج الاساتيك فيها ضعيفه، فانت هتدخل لها هواء تتنفخ، تدخل لها هواء تتنفخ تاني، تدخل لها هواء كمان هي معاك تتنفخ. فالكومبلاينس فيها عاليه جدا. طب الريكويل يعني ريكويل ترجع تتقفل. فالريكويل هنا انت عندك اساتيك ضعيفه، هل هتعرف تقفلها؟ لا. الريكويل بتاع الاوبستراكتيف ضعيف، اللنج مش بتتقفل. طيب انت بقى قول لي، احنا هنا عرفنا الريستريكتيف من الاف اي في 1 الهواء اللي بيخرج في الثانيه الواحده حجمه قد ايه. طب هنا لو جينا نشوف الاف اي في 1 لبيشنت عنده obstructive lung disease هنلاقيها كتيره ولا قليله؟ هنشوف كميه الهواء اللي بيطلعها في ثانيه واحده، هل هي كتيره ولا قليله؟ قليله خالص. ليه؟ عشان هو الهواء بيدخل من هنا يجي يطلع مفيش استك يزقه. عايز اقول لك ان الهواء هنا بيتحشر، على فكره بالمعنى الحرفي بيتحشر. obstructive يعني هواء محشور، الهواء بيدخل جوه مفيش حاجه تضغط عليه تطلعه تاني، هو الهواء دخل واتحشر جوه، هو مفكر ان هيلاقي حاجه تضغط عليه تاني ويخرج، لان هو دخل لقى الدنيا واسعه وكل استك بعيد عن التاني، فعشان كده اتسمت obstructive. الهواء بيدخل يتحشر، فكميه الهواء اللي هخرجها في ثانيه واحده هواء صغير خالص، دوبك حبه هواء صغيرين خالص. تفتكر الاوبستراكتيف والريستريكتيف ازاي؟ الاوبستراكتيف الاو فيها كبيره، فبالتالي الهواء بيخش يلاقي اللنج كبيره، ده عشان نفتكرها. بص بقى تخيل معايا اللي انا هقوله لك ده، ادي اللنج يخش لها هواء يخرج، يخش لها هواء يخرج، ده الطبيعيه. الاوبستراكتيف يخش لها هواء يخرج حبه صغيره خالص، يخش لها هواء يخرج حبه صغيره خالص، يخش لها هواء يخرج حبه صغيره خالص، يدخل يخرج يدخل يخرج. فبالتالي اللنج بقى فيها هواء اتحشر جوه، بكل نفس انت بتاخده الهواء بيدخل بس مش كله بيطلع، في حبه بيتحشروا جوه، فكل ما تاخد نفس الحبه اللي محشورين جوه دول بيزيدوا. فايه اللي هيحصل؟ اللنج هتبقى كبيره قوي كده، اللنج هتبقى كبيره جدا. عايز اقول لك اللنج بتبقى كبيره لدرجه انها بتبان على العيان. انت بتلاقي الشخص اللي عنده obstructive lung disease طبعا في مرحله متقدمه شويه بتلاقي عنده الشيست اسمها بارل شيست. بارل شيست يعني صدر عامل شبه البارل اللي هو البارل، فبالتالي الصدر بتاعه بيبقى شكله كبير عشان اللنج جوه صدره كبيره من كتر الهواء اللي محشور فيها. الريستريكتيف لانج ديزيز ليها اسباب كتير جدا تتعدى ال100 سبب. الاوبستراكتيف لانج ديزيز ليها 5 اسباب بس 5 اسباب او 5 امراض يعني، فانا مش هقول لك حاجه في دول عشان احنا مش محتاجين نتكلم عن 100، احنا محتاجين نتكلم عن 5 بس. الامراض اللي ممكن تعمل اوبستراكتيف لانج ديزيز هم ازمه، حاجه اسمها كرونيك برونكايتس، وحاجه اسمها امفيزيما، وبعد كده حاجه اسمها برونكيوكتيزز،
الكلام غريب عليك، انا عارف، ده اللي انا كنت بواجهه، مش فاهم اي حاجه، مش فاهم انتوا بتقولوا ايه. بس الفرق ما بينك وما بيني ان انا خدت الكلام ده في المكان بتاعه على طول. انت هنا عارف ده جه منين، ده بتاع ايه. دي اسباب الاوبستراكتيف لانج ديزيز اللي هي اللنج فيها بتبقى كبيره وهكذا. لكن لما انا كان يتقال لي برونكيكتيزيس مره واحده، يعني ايه برونكيكتيزيس؟ ايه ده؟ ما كنتش عارف انطقها اصلا. واخر حاجه اسمها برونكيولايتس. ماشي. البرونكيولايتس دي ما تقالش عنها حاجه في المنهج، شيل البرونكيولايتس. اتفضل لك برونكيكتيزيس، ازمه، كرونيك برونكايتس، امفيزيما. الازمه والكرونيك برونكايتس والامفيزيما، الثلاثه دول على بعض اسمهم COPD. Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Chronic Obstructive Pulmonary Disease ده اسمهم. سيبك من معنى الاختصار، انت كده كده هتاخده ساعتها. COPD. فالسي او بي دي بيتكون من الثلاثه دول. فالسي او بي دي مش حاجه في حد ذاتها، السي او بي دي ده يعني تجميع حاجات مع بعضها. فالبرونكيكتيزيس، ازمه، كرونيك برونكايتس، امفيزيما، دول اوبستراكتيف لانج ديزيز. ولو قلنا سي او بي دي يبقى انت برضه بتتكلم على اوبستراكتيف لانج ديزيز. وبالمناسبه السي او بي دي بتيجي للسموكرز، الناس اللي بيشربوا سجاير، دي حاجه مشهوره جدا، هتقعدوا يقولوا لكم 8000 مره طول الترم. انا هوعى عشان لو حد عايز ياخد سكرين شوت وبعد كده نكمل. بص بقى يا معلم، اللنج كلها بيجي لها 4 انواع من الامراض بس. دول 1 2 3 4 انواع الامراض اللي بيجوا لللنجز في الدنيا كلها. ماشي. التقسيمه دي انت مش هتلاقيها في الكتاب، محدش هيشرحها لك، ما دكاتره مش بيشرحوها، دي جايه من الجوجلينج وانك تدور على اليوتيوب والكلام ده. فانا لما فهمت دي فهمت الدنيا ماشيه زي اللي هو دي تبع كذا، دي تبع كذا، فنفس الحاجات اللي بيقولوا نفس الكاركترستكس. عندنا restrictive lung disease، obstructive lung disease، vascular lung disease يعني مشكله في الفيسلز والدم والكلام ده، infective lung disease يعني المرض جاي عباره عن infection. فبالتالي الريستريكتيف والاوبستراكتيف اللي احنا لسه شارحينهم كانوا جزء من الدوريه الكبيره دي. انا قاصد ان انا اشرح لكم التقسيمه دي بعد ما شرحت لكم دول، بس المفروض دول كانوا يتشرحوا قبلهم عشان تبقى انت فاهم احنا ايه دول عباره عن ايه. فالريستريكتيف لانج ديزيز قلنا هم عددهم اكتر من 100، بس ممكن يكونوا اكسترينسيك كوزز في كتير قوي. على فكره ممكن لو حد عنده سكوليوسز او كايفوسز يجي له ريستريكتيف لانج ديزيز. ليه؟ عشان العمود الفقري بيبقى شكله مش طبيعي، فبيبقى حته على اللنج مضغوطه وحته على اللنج مفتوحه وهكذا، فبيبقى عاملين المشكله دي. والانترنسيك يعني حاجه من جوه اللنج ذات نفسها. الابستراكتيف ازمه، كرونيك برونكايتس، امفيزيما، اللي هم الثلاثه اسمهم سي او بي دي. انا مش عارف الخط كبير ولا لا، بس اتمنى يكون واضح يعني. والبرونكيكتيزيس فاسكولار لانج ديزيز زي امبوليزم. لو في امبولايت حشرت في اي حته في اللنج تعمل لك فاسكولار لانج ديزيز، ممكن تعمل لك نكرو، ما علينا. اخر حاجه انفكتيف لانج ديزيز زي النمونيا، تي بي اللي هي تبركلوزز اسمها تقريبا بالعربي السل او الضرن تقريبا، مش متاكد. واكيوت برونكايتس، مش كرونيك برونكايتس. بالمناسبه دي انت مش هتسمع عنها في الترم خالص، انا بس حاطها لك في التقسيمه، لكن احنا بنتعامل مع كرونيك برونكايتس عشان دي من ضمن الاوبستراكتيف. طيب لو بيشنت جالي ومديني ورقه مكتوب فيها الاف اي في 1 بتاعته كام، لو لقيت الاف اي في 1 عنده عاليه يبقى هو في انهي واحد من دول؟ اكيد هيبقى في دي هيبقى فين؟ فكر كده وقول لي. اتمنى تكون جبتها صح. اف اي في 1 عاليه يعني الاستيك بيضغط جامد قوي فبيطلع فوليوم عالي، فهنا هيبقى عنده restrictive lung disease عشان عنده الاف اي في 1 عاليه. طب الاف اي في 1 عنده قليله في الاوبستراكتيف، تبقى عنده قليله ليه؟ عشان الهواء بيدخل بيفضل كتير جوه. البيشنت ده عشان يخرج النفس بيبذل مجهود جامد قوي عشان يحاول يضغط على الهواء، يضغط على الاساتك مش بتساعده. لو عايز تاخد بقى سكرين عشان الكلام ده هينفعك يعني. ماشي، ده بقى سهل، المعلومه دي سهله، ما فيهاش حاجه. انا بس عشان
اشرح لكم اللي انا عايز اقوله لازم افكركم بمعلومات ممكن تبقى اساسيه او ممكن تبقى واضحه يعني بالنسبه للناس، بس هي اساسيه ولازم نفتكرها حتى لو انت عارفهم يعني. معلش ركز معايا. دي رسمه بسيطه جدا للقلب، انا تعمدت ان انا ما ارسمهاش بشكل القلب على طول، مش عشان انا ما بعرفش ارسم وانا ما بعرفش ارسم، بس عشان انت مش محتاج تعرف الاناتومي الحقيقي بتاع القلب في بطنه. حاجه غريبه انا عارف، بس انت يعني فاهم، افهم بس الفكره ماشيه ازاي وخلاص. ده القلب ودي اللنج. الدم الازرق دي اوكسجينيتد هيخش من السوبيريور والانفيريور فينا كيفا، هيدخل على الرايت اتريوم، بعد كده يعدي الترايكوسبيد فالف، يخش على هنا، مش هقول لكم الاسماء عشان ما نتلخبطش، يخش هنا بعد كده يعدي يروح لللنج. اللنج يحصل فيها جاز اكستشينج، الدم دخل اللنج، الدم دخل اللنج. عارفين العربيه لما تخش المغسله، لما العربيه تخش المغسله بتخش تطلع نظيفه، هي نفس الفكره. الدم دخل اللنج، تقوم الرئه واخده منها CO2 مديالها O2 ترجعها تاني وهكذا. فالدم يخش هنا يرجع لونه احمر هنا، يخش ينزل يطلع بقى في الاورطه للجسم كله. فاللنج طبعا هي الحاجه اللي بتخلي الدم يتغير. ماشي، في بقى حاجه ثانيه دي بقى اللي انا عايز اقولها. ماشي، ايه بقى اللي انا عايز اقوله؟ في حاجه اسمها رايت يمين sided heart failure left sided heart failure. يعني heart failure يعني ايه؟ يعني مش عارف يعني ايه بالعربي. heart failure مشكله في القلب يعني في الرايت سايد، ومشكله في القلب في الليفت سايد، left sided heart failure ورايت sided heart failure. طيب ايه المشكله في ده وايه المشكله في ده؟ طيب تعال نبدا بالليفت. ليفت سايد هارت فيلير يعني الليفت سايد بقى فيه مشكله. فين الليفت، هنا ولا هنا؟ ليفت هنا ولا هنا؟ ليفت هنا. الليفت هنا. فالاثنين دول الاتريوم والفنتريكل هنا بتوع الاثنين دول حصل فيهم مشكله. طيب لما ده يحصل فيه مشكله، الدم الاحمر الحلو لما يدخل ويعدي بعدين ينزل للجسم، ده الطبيعي. فبالتالي الدم هيدخل الليفت سايد، المفروض هيطلع على الجسم. القلب مش عارف يضخ الدم عشان يخرجه للجسم، فده مش هيخرج. طب ايه اللي هيحصل لما الدم اللي في القلب ما يخرجش للجسم؟ ايه اللي المفروض يحصل؟ اول حاجه ان البلد مش عارف يروح للجسم، فبالتالي مفيش O2، مفيش اكسجين داخل الجسم. ما هو ده اللي فيه الO2 الاحمر، فمفيش O2 للجسم. فبناء على ان مفيش O2 في الجسم هيحصل فتيج. ماشي، بس كده؟ لا، الدم اللي دخل هنا معرفش يروح للجسم، هيرجع لللنج، ودي مصيبه. ليه بقى؟ عشان لما الدم هيرجع لللنج تاني اللي جاي منها هيعمل pulmonary edema. يعني ايه؟ هيعمل pulmonary edema يعني هيعمل edema في اللنج عشان الدم رجع لها تاني، وهيعمل dyspnea. دي اكتر كلمة هتسمعها طول الترم. dyspnea يعني shortness of breath، او انك مش عارف تاخد نفسك. والديزنيا هتعمل فتيج، انت مش عارف تتنفس فهيحصل لك فتيج برضو. فده لو حصل left sided heart failure، دي الحاجات اللي هتحصل. اهم حاجة ان حصل pulmonary edema، ان اللنج حصل فيها edema. ليه edema في اللنج؟ عشان الدم رجع لللنج. make sense. تعال بقى نكمل وما تتلخبطش. الرايت sided heart failure، الدم دخل القلب الناحية اليمين، مش عارف يروح لللنج، يبقى بلاد مش عارف يروح لللنج، فبالتالي هيحصل او مش هيحصل جاز اكستشينج. جاز اكستشينج يعني ان الدم يدخل المغسلة ناخد منه CO2 نديله O2، ده مش هيحصل. فالجاز اكستشينج ده مش هيحصل، فبالتالي هيحصل فتيج. منطقي.
علشان مفيش دم بيتفلتر. ماشي، بس لا، لما ده دخل هنا معرفش يروح هنا، رجع، يبقى ده لما يخش هنا ما يعرفش يجي هنا، هيعمل ايه؟ هيرجع فين؟ على الجسم. دم اللي مش نظيف اللي دخل هنا ومعرفش يعدي هيرجع على الجسم. يبقى blood flows back to البودي، يرجع الجسم. الدم اللي مش نظيف يرجع الجسم من الناحيه اللي المفروض ما يرجعش منها. هيرجع للفينز، الفينز اللي هي الشرايين اللي دخلت الدم هيرجع لها تاني. خصوصا هيرجع للفينز بتاعه اللور ليم. ليه اللور ليم؟ عشان الجرافيتي. الدم هيفضل ينزل لغايه ما يوصل للرجل. دم يوصل للرجل، تراكم. هيحصل اول بس توقع انا هقول ايه؟ لور ليم إديمة. اصل هنا لما الدم رجع لللنج حصل pulmonary إديمة، هنا لما الدم يرجع للجسم هيحصل جسم إديمة. فين في الجسم؟ اللور ليم، عشان الجرافيتي. عشان كده تلاقي الناس الكبيره بتلاقيهم لابسين غالبا صنادل عشان ما بيعرفوش يلبسوا شوزات، بتلاقي رجليهم كبيره. ده غالبا هيبقى عندهم رايت سايد هارت فيلير. ده دم نزل عمل إديمة في المكان ده. طيب هيعمل إديمة فين كمان؟ هيعمل إديمة في البطن. فالمفروض اكتب ابدومين إديمة. ما عندناش حاجه اسمها ابدومين إديمة في بطنه، عندنا اسمها اسايتس يعني اللي هو يعني ابدومين إديمة، يعني حصل إديمة في البطن. خلي بالك انها بتحصل بالترتيب، لور ليم إديمة وبعد كده اسايتس، ما ينفعش العكس دي هيبقى ليها سبب تاني مش هقوله لكم دلوقتي. فبالتالي ان الدم لما يرجع الجسم ينزل في الرجل يعمل إديمة وبعد كده يعمل اسايتس يعني البطن ذات نفسها تكبر. ماشي، فهمت الفكره؟ بص بقى معايا، انت فهمت الفكره خلاص. ليفت سايد هارت فيلير، الدم بيرجع لللنج فبيعمل pulmonary إديمة. يبقى المشكله حصلت فين؟ في اللنج. فليفت يعني بيحصل مشكله في اللنج، ال مع ال. حلو. الرايت الدم بيرجع لبقيه الجسم، فار يرجع للريست اوف ذا بودي، يرجع للجسم كله. فانت انسى بقى ان انا قلته لك ليفت سايد هارت فيلير. المشكله في ايه؟ في الليفت اللنج، حصل اللنج إديمة. رايت ريست اوف ذا بودي اللي هي اللور ليم. اللي انا قلته لك ده اخر حاجتين دول اسمها نيمونيك، اللي احنا بنقول عليها سكيما او بنقول عليها مش فاكر بنقول عليها ايه كمان، اللي هي اي حاجه بتفكرك بالحاجه اللي انت عايز تفتكرها. الطريقه دي هي صديقتي الاولى والاخيره في الكليه. حاول تعتمد على الطريقه دي في حاجات كتير طول الترم، عشان ده ترم وحش وما علينا بقى. طب بمناسبه النيمونيكس دي انا هقول لكم على نيمونيك يعني اللي احنا عملناه ده. نيمونيك في ماده الفارما هتحتاجوه، يعني هو ملوش دعوه باللي انا بقوله خالص، بس يعني ايه اكتبوه كده عندكم وافتكروه. في الفارما دكتور عبد المتعال قالها لنا في الفيديوهات، قال لك ان في دواء، بس ركز معايا، في دواء اسمه اتروبين. اتروبين ده دواء مميز جدا. فلما احنا بنيجي ندي دواء تاني، اي دواء عموما، ساعات بيبقى فيه ادويه بتعمل افكت شبه الافكت بتاع الاتروبين، فبنقول بتعمل اتروبين لايك اكشن، يعني بتعمل في الجسم اكشن شبه اللي بيعمله الاتروبين من كتر ما الاتروبين ده مميز. طب لو قلت لك ايه الاتروبين لايك اكشن، يعني ايه هم الحاجات اللي شبه الاتروبين؟ الدكتور عبد المتعال قال لك ايه؟ قال لك يا معلم في واحده اسمها زغلوله الناشفه. قال لك ان دي تاجره مخدرات. ماشي. زغلوله الناشفه حبست جوزها ابو سريع. ده النيمونيك. احفظ اللي انا قلته. زغلوله ناشفه يعني بتعمل دراينس. الاتروبين بيعمل دراينس في الجسم كله. اي حاجه فيها سكريشنز بيقلل السكريشنز فيها. حبست يعني بيعمل واتر ريتنشن، بيحبس الميه. جوزها يعني جلوكوما دي مشكله في العين. ابو سريع تاكيكارديا. فزغلوله الناشفه حبست جوزها ابو سريع ترسهم كده. ده مثال عن نيمونيكس هتحتاجه يعني يكتبوا عندك ما تضيعوش. السكرين شوت لو عايز. انا كده خلصت.
يعني اتمنى اكون ساعدتكم ولو بنسبه بسيطه. اللي اتفرج على الفيديو ده مش زي اللي ما اتفرجش، الكلام ده هيساعدكم جدا بعد كده لو بنسبه بسيطه، بس هيساعدك على مدار الترم كله. يعني لو في حاجه تانية ممكن ابقى اعمل لكم فيديو، مش عارف. بس كده، ربنا معاكم وان شاء الله يبقى ترم كويس.